بعد أحداث الحلقة السابقة المتوترة، يدخل الصراع مرحلة أكثر خطورة. تتسارع التطورات وتظهر مفاجآت تقلب مسار الأحداث، بينما يصبح مصير سكر مهددا بشكل مباشر، وتبدأ تحركات خطيرة تهدد الجميع. في بداية الحلقة يشرع مساعد في تنفيذ أخطر خطوة ضمن خطته، وهي التخلص من سكرة. يتسلل بهدوء نحو المنتجع، ويبدأ خطته بضربة مفاجئة على رأس حارس المنتجع، فيسقط الحارس فاقدا للوعي. بعدها يتقدم مساعد بحذر داخل المنتجع، ولا يشغل تفكيره سوى هدف واحد: الوصول إلى سكرة وإنهاء حياتها. لكن مجرى الأحداث يتغير فجأة في اللحظة الحاسمة. قبل أن يتمكن مساعد من تنفيذ مخططه، يصل الشيخ برفقة شاهين ومهاوش ومقناس في الوقت المناسب. وصولهم المفاجئ يربك مساعد ويكشف تحركه، فيضطر إلى الفرار بسرعة قبل أن يتمكنوا من القبض عليه. بعد ذلك يتجه الجميع إلى عوض الذي تعرض لضربة قوية على رأسه. يحاولون إيقاظه ومعرفة ما الذي حدث، لكنه لا يستطيع تذكر أي شيء، إذ كانت الضربة قوية لدرجة أنه لم يرى المهاجم ولا يعرف من اعتدى عليه. وفي تطور آخر، يكتشف فزاع حقيقة خطيرة. يتبين له أن مساعد هو من سرق الأموال، الأمر الذي يجعله يفقد ثقته به تماما. لهذا يتخذ قرارا حاسما، إذ يقرر عدم الاعتماد على مساعد بعد الآن، ويكلف شخصا آخر بتنفيذ مهمة قتل سكرة، شخصا أكثر خطورة وقادرا على إنهاء المهمة. في المقابل، يبدأ شاهين مرحلة جديدة داخل المنتجع. يتولى إدارة العمل، ويبدأ باستقبال أهل ديرته في محاولة لإعادة الاستقرار وتنظيم الأمور بعد الفوضى التي حدثت. لكن في المدينة يتشكل مخطط أخطر في الخفاء. شخصان يبدأان التخطيط لعملية اختطاف تستهدف قمر وجراح، يراقبان الحراس بدقة ويدرسان تحركاتهم بحثاً عن اللحظة المناسبة لتنفيذ الاختطاف دون أن يشعر أحد. وهكذا تتجه الأحداث نحو تصعيد كبير: محاولة جديدة لقتل سكرة، انكشاف خيانة أمام فزاع، وخطة اختطاف قد تقلب الموازين.